قبول الشخص المختلف وقبول الشخص اللي مش من نفس طبيعنا ومش من نفس اسلوبنا. I can't say all of them they are terrorists or something like this. And لما تجين على شخص عمره 15 16 سنه وتقولي له انت معتقد انت غلط، ايش راح يقول لك؟ راح يقول لك التدخلات الخارجيه اللي سويت فيه؟ لا. لو راح يقول لك هذا اللي تربيت عليه من ابويا وجدي وخالتي وعمتي. اذا شفتهن بعتهن. اصلا اليهود حاليا ليش كيف مسيطرين علينا؟ طبعا بادي الفلوج من هنا لانه دائما يعني بتحكوا لي انه اعملي فيديو. مؤمن اكثر حدا منيح قابلته في تركيا. طبعا يا جماعه مؤمن زميل صار لنا 6 اشهر تقريبا. شردن. ربنا يحفظ لك بنتك وزوجتك ويبارك لك فيهم. طبعا لازم اطلع فكره لانه عندي موعد. وين رايحين؟ تحكي مع الكاميرا لو وياي مع الكل من اكثر من جنسيه. مثلا في عندنا كسرى من افغانستان، في عندنا امير من الاردن، في عندنا مؤمن من العراق. الموضوع تبع عن الاختلاف وقبول الشخص المختلف وقبول الشخص اللي مش من نفس طبيعنا ومش من نفس اسلوبنا، مش من نفس ديانتنا حتى، او مش من نفس مذهبنا. حتى في الاسره نفسها بتلاقي انه نظام العنصريه موجود. يعني مثلا وين الايرانيات راحن؟ بدي احكي معهن شوي. حكي لي ماشي، ما في مشاكل والله. شرهن. اذا شفتهن بعتهن. تريدين شيء بعد؟ لا شكرا. Şimdi video yapıyor. Evet. Kırmızı nokta var mı? Evet. تمام. تمام يا جماعة، الآن لازم أطلع وإن شاء الله راح أحاول هذا الأسبوع الجاي إن شاء الله أحاول أصور فيديوهات. تمام، pazartesi إن شاء الله. Tamam. Ne düşünüyorsun? Senin fikrin ne? About this concept, about the differences and accepting the people who is different from you. What do you think? every country has the bad people and good people. We can't judge each other. For example, if I saw someone that she's from Syria, Syria. Yeah. For example, maybe in Syria there is war, I think. Some places there is war, but I can't say all of them they are terrorists or something like this. And for example, in my country they are Taliban, but I am not Taliban, you know. And we can't judge each other. So I heard about the Iranian girl who is killed because of her hijab. This is not from the religion, because Islam, when it comes, Allah said for Prophet Muhammad, you have to say everything nazik şekilde, yani you have to be polite with the others, with the people. If you don't do that, if you be angry with them, they will not accept Islam. Say what I see right now, they are making the girls hate the hijab. They are making the girls hate the deen. They are making. You know, in the Quran, if you know that before, Allah said, Allah create all these peoples as nationalities, to know each other, to learn from each other, not to judge each other. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Fatima, happy birthday. Evet. Teşekkürler. Gel. Doğum günü kutlu olsun. Sen gel. Happy birthday to you. Ama herkese yani şarkı söyle. Yani happy birthday to you. Hadi. Yalla. 1,
İyi ki doğdun diyeceğiz. İyi ki doğdum. İyi ki doğdun Fatma. İyi ki doğdun Fatma. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Mutlu yıllar sana. Çok yemek var. Bir dakika bekle. مؤمن يعني احنا مختلفين مذهبيا مظبوط؟ اكيد. تمام. فانت ايش برايك الناس اللي مثلا بناء على المذهب او على المعتقد او على الفكره المختلفه بيقوموا في حروب مع بعض؟ لما تجين على شخص عمره 15 16 سنه وتقولي له انت معتقد غلط، ايش راح يقول لك؟ راح يقول لك التدخلات الخارجيه اللي سوت فيه؟ لا. لو راح يقول لك هذا اللي تربيت عليه من ابويا وجدي وخالتي وعمتي. فالتدخلات الخارجيه اللي هي من الاساس اللي اجتي هي اللي نشرت هذا اللي صار عندنا باشبه الوباء. وما اعتقد يعني بسهوله نقدر نتخلص منه بشكل. يعني احنا كيف في الاسلام حتى لو كان في عندك مسيحي في بلدك، لو كان في عندك يهودي في بلدك، إلهم حقوقهم وإلهم احترامهم وإلهم مكانتهم، ما تدخل على كنائسهم وتدمرها، ما تدخل على معابدهم وتدمرها. اليوم أنا بشوف مثلا مسلمين في بعض ممكن يكونوا من نفس المذهب لكن بيقتلوا في بعض. إنه إيش اللي صار أصلا؟ أنا صار في غرس لفكرة إيش بيسموها، يجمعوا طلاب الصف ويعملوا لهم النشيد الوطني وتعليم الوطني. طبعا هذا مش تقليل انه من فكره الوطنيه والاعتزاز بالوطن، بس فكره انك تعلم الطالب من صغره الوطنيه وبلدي ووطني والباقي كخه زي ما بنقولها والباقي مش مناح، هنا بيولد العنصريه. فهو اجت الفكره، يعني اللي بيدرسوا في التاريخ يعرفوا، من عهد الحروب العالمية لما بدأوا يعلموا الطلاب انه الوطنية ولازم نحمي الوطن من الاعداء وكل اللي برا في الخارج هم اعدائنا والى اخره، فمن هنا تولدت العنصرية. فانا بقول يعني لو في المستقبل صار في تعليم للاجيال العكس تماما، انه التعليم الاسلامي، يعني احنا القيمة الاسلامية الموجودة عندنا انه هو ربنا خلقنا هيك مختلفين لهدف. يكره الشخص هذا يعني هو الاختلاف لازم شئنا ام ابينا. يعني الحين عفوا في الكلمه، يعني لو ما في ذكر وانثى مختلف كيف بدها تستمر الحياه؟ ما اقدر اجبر شخص ولا اقدر اجبر نفسي انه يؤمن بنفس المعتقد اللي أكيد. انا فيه أكيد. نهائيا. أكيد. لا اقدر اجبره هو ولا اني محتاج اني اصير مثله. تعلم برضه يعني في مثلا فكره انه الثقافات المختلفه، يعني انا لما جيت على تركيا هنا واختلطت بالناس المختلفه عني تعلمت كتير شغلات، والله لو قعدت في الجامعة 6 سنين لقدام مش حتعلمها. طبيعي الإنسان يعني كل ما بتعرف جنسيات تانية أكتر كل ما بتتعلم شغلات أكتر. أكيد. كل ما تختلف الثقافات أكثر كل ما احتوائك على المعلومات راح يصير أكثر، كل ما استيعابك راح يكون أسرع. وهذا طبيعي عندنا احنا كنا، لأنه احنا واحدنا انولد بمكان وترعرع وكبر به بدون ما يختلط باجناس مختلفه. لما طلعنا واحنا يعني ممكن نقول كبار بالعمر شويه صارت لنا هزه، اكيد صارت لنا صدمه، لانه شفنا اصناف وانواع من الناس من كل النواحي، بس قدرنا نستوعبها وتقبلناها. طيب فكرة انه انا مثلا بعرف الصح ومثلا مقتنعه انه انا بعرف الصح وانه ديني هو الصح، اجي على شخص يعني ما بيعرف في ديني او ما هو ملتزم في ديني، اجي بدي بالغصب او بالاكراه او بالاجبار بدي اضربك عشان تلتزم في ديني. يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق فاما نمنا بعد واما وثاق حتى تضع الحرب اوزارها. تمام. بس موضوع العنف والقتال والضرب والتعنيف هذا كله بس بالحروب فقط. شخص اجى يعتدي علي انا من حقي اني ادافع عن نفسي، واللي يقول بس سالفه انه انا اعتدي على الغير واجي يعني امشي بالشارع مثلا مساء الخير حضرتك مسيحيه تعال شاف ماكو شيء. لا احنا اصلا متاسسين، اغلب الناس متاسسين جماعتي اهلي ناسي وخلص، يعني مختلف عني باللون او مختلف عني بجنسيه او انه امشي فحل عليك او بتكبح عليك. احنا لما ناخذ ببلادنا اذا كل واحد من محافظه مختلفه بشوفوا حالهم مع بعض، يعني تعال شوفوا هون كيف بالدول الثانيه، لا شو يعني انه انت من هناك وانا من هون،
عادي كلنا واحد يعني ما فيش اختلاف، بس الاختلاف موجود عندنا احنا. ليش؟ انه تنشئتنا غلط، مبدأنا غلط كان. مثلا بنجزء بعض في بلد واحد، يعني مثلا ربا فلسطينية بس لا ربا من غزة، فلان من القدس، فلان من نابلس. انت كأردني بتشوفنا كفلسطيني كلنا ايش؟ واحد فلسطيني. هذا صار اعتقاد انه مثلا هذا شخص من غزة، هذا من نابلس، هذا من جنين، هذا من كذا، هذا من القدس. هم مش موجودين الا عندنا احنا الشعوب العربية فعليا. تشوف الاجانب ما عندي هذا المبدا، انت من وين؟ انا مثلا مسلم، انا من كذا، انا من هنا، انا مش مثلا من فلسطين القدس، انا قدسي، انا من فلسطين كذا. خلاص احنا كلنا واحد. مش غلط انك تعتز بالمكان اللي ولدت فيه وعشت فيه، بس ما يكون عندك مثلا عنصرية او انه خلاص انا اهل بلدي وبس، احنا احسن ناس، احنا احلى ناس، احنا اقوى ناس، احنا افضل ناس، احنا اكثر ناس متعلمين، احنا اكثر ناس مثقفين. هذا غلط. وشغله ثانيه مسؤول تشتغل في شخص على انه حسب بلد، اذا بلد سيء اذا هو سيء. شوف في اشخاص جدا ممتازين جدا مجننين ما شاء الله عليهم، بس بلادهم مش تمام. هو كشخص جدا على سبيل المثال في عندنا احنا كثير وطن الاخوي غالبا بعد ما يصحوا من المشاكل السوريه، في كثير سوريين طلعوا من بلادهم واجوا على بلادنا، سكنوا معنا وعاشوا معنا وحياتهم معنا. في منا ما حبوا، ما تقبل لهم، شافوا شيء عالي عن المجتمع، ما تقبلهم، لانه هو من شخص معين حكى انه كل السوريين سيئين او كل الفلسطينيين على سبيل المثال سيئين او كل السوريين سيئين على سبيل المثال، مشان شخص معين كان سيء حكم على البقية، حكم على البقية من شخص معين، حكم على الجميع وقامت مشاكل ضد البقية. اكيد طبعا هذا الشيء غلط، لانه انت خذ كل شخص لحاله، كل شخص على حده، كل شخص في شخص منيح، في شخص سيء. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أول ما دخل المدينة المنورة في الهجرة هو والمهاجرين، إيش أول إشي عملوا؟ وصاهم بالناس، وصاهم بالرحمة، وصاهم باللين. تمام، بس أول خطوة تقريبا عملها اللي هو كان إنه المهاجرين والأنصار يدمجهم في بعض. قوة ما في قوة في الدنيا بتصير بالفرقة، بالعنصرية. يعني احنا مثلا بفلسطين اليهود ايش عملوا؟ لحتى اصلا اليهود حاليا ليش كيف مسيطرين علينا؟ بين مدينه والثانيه عاملين حاجز، بين مكان والثاني عاملين حاجز، حجزات. يعني انا عشان اطلع مثلا من القدس ادخل على الضفه بدي امر بحواجز. شعب واحد، انتوا بتحاربوا عدو واحد، ليش بتسمحوا للعدو هذا انه يفرق، انه يخليكم تجسدوا هذه الفرقه بينكم؟ احنا يعني بعد الحرب العالميه اللي صار انه الدول اللي كانت يعني ربحانة الحرب العالميه اللي هي زي فرنسا وبريطانيا وغيرها، ايش عملوا في الوطن العربي؟ الوطن العربي كله هذا كان عباره عن وطن واحد تحت حكم الدوله العثمانيه. قسموه ليش؟ فرق تسد. كيف بدهم يسيطروا؟ كيف يكونوا اقوى منا؟ كيف يكونوا احسن منا؟ يتعاملوا كلياتها، لو الدول العربيه والاسلاميه تحديدا تشتغل كلها مع بعض، شوف في كميه الاشياء اللي حيطلع فيها، سواء الاقتصاد، قوات العسكريه، اقتصاد، سكان، وحتى عقول، وفي خيرات، وفي شخص يوحد، بس فيش توحيد. يعني فيش توحيد يعني الاسره الواحده اليوم، الاسره الواحده بتلاقيها متقسمه لو على الفاضي، عمرها ما يعني بموت الاب والام بضلهم الاولاد من بعدهم يكاتلوا في بعض، اشي على الورثه، اشي على البيت، اشي على مش عارف ايش. فاتوقع يعني انا برايي الشخصي انه اكثر اشي لازم يشتغلوا عليه الاهالي هو انهم يجمعوا اولادهم. السبب الاساسي للمشاكل كلها في العالم انه بعيدين عن الدين، معناه بعيدين عن الدين، انه ناخذ بدنا اياه من الدين وما بدنا اياه بالضبط. شكرا يا امير. عفوا. So thankful for you كسرى. Thank you so much. شكرا يا مؤمن لمشاركتك، يعني فرصة سعيدة كل شيء. ان شاء الله ربنا يكتب لكم كل الخير وتحققوا كل امنياتكم ان شاء الله يا رب العالمين. شكرا جزيلا، يعطيكم العافية.